طبعًا قبل ما بتحوّل فلوس وقبل ما تعمل أي حاجة لازم تتأكد تهِز كده تلاقي مفيش أي حاجة بتتحرك معاك، لمّا بتدوس فرامل الدنيا تمام. وواحدة من أكبر المشاكل اللي كانت بتواجهني في الشغلة دي الهيتش اللي ورا ده اللي هي الكورة عشان تنزل هنا تاني. نروح بقى نرجّع التريلر، ودي حاجة بصراحة من الحاجات الحلوة اللي أنا اتعلمتها من الناس هنا. طبعًا بتبقى ماشي في وسط الطبيعة والجبال والكلام ده. الساعة دلوقتي كام؟ 7:15. اروح اجيب التريلر وبعد كده نروح نجيب اول موتوسيكل اوديه المخزن وبعد كده نشوف هنعمل ايه. التريلرز هنا بأجرها من مكان اسمه يو هول، طبعا شركة معروفة جدا يعني اي حد في كندا عارفها. كل ده صف عربيات يعني ملوش اخر. عربيات بقى فانز، بوكسات، ستورج، كل حاجة الصراحة. كان كبير جدا يعني. لازم طبعا ايه تلف كده حوالين التريلر تتأكد ان هو مفيهوش اي حاجة، وطبعا لازم تتأكد كويس ان التريلر مربوط كويس والوصلات شغالة، وطبعا لازم تتأكد بعد كده الاشارات شغالة يمين وشمال، لما بتدوس فرامل الدنيا تمام. اوكي ثانك يو سو ماتش. خلاص دلوقتي احنا ايه خلصنا ركبنا التريلر كل حاجة تمام. نتجه بقى لأول عنوان. الميزة هنا في عملية البيع والشراء الموتوسيكلات ما بين الأشخاص بصراحة بتتم بسهولة، يعني الموضوع مش معقد خالص. بس وطبعا قبل ما بتحول فلوس وقبل ما تعمل أي حاجة لازم تتأكد إن الرخصة سليمة، تتأكد من الرقم الشاسيه الكلام ده كله يعني. طبعا في العادي هو في تريلر مخصص للموتوسيكلات، ولكن النهاردة أنا اخترت أجيب التريلر الكبير ده بسبب ان انا هجيب موتوسيكل تاني 3 عجلات في اخر اليوم، فمحتاج الحاجة الكبيرة. تريلر الموتوسيكلات العادي طبعا هيكون صغير جدا مش هينفع. خلاص دلوقتي ايه اهم حاجة لازم تتأكد ان متربطة تمام، تهز كده تلاقي مفيش اي حاجة بتتحرك معاك. المفروض دلوقتي اللي انا هتحرك على المخزن، المفروض احط التريلر جوه المخزن لان طبعا مش هينفع اروح بيه عند البيت. طبعا حاجة كبيرة جدا وما اعتقدش ان انا هعرف اركنها هناك بسهولة. غير كده كمان يعني أأمن إن أنا أسيبها في المخزن وبعد ما أخلص أبقى أرجع أخدها تاني. عايز أقول لكم واحدة من أكبر المشاكل اللي كانت بتواجهني في الشغلة دي هو موضوع اللي أنا أسوق بتريلر وأرجع بيه بقى. يعني أنت تسوق قدام ماشي لكن الرجوع لا، الموضوع بيكون صعب جدا. وأول تجربة ليا أول كام تجربة الصراحة كان يعني الموضوع مضحك جدا يعني. بس طبعا كله الحمد لله إيه مع التمارين وكده الدنيا بتظبط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نفك بقى كده ايه واحدة واحدة. لما نيجي نفك من الناحية دي عشان لما هنفك كده هيميل الناحية التانية، فما يميل على الحمالة يبقى أحسن. بس تبقى ماسك كده بص، ربطت معلمين والله. المشكلة بقى في التريلر اللي أنا جايبه ده إن هو مفيهوش رامب، فطبعا لازم أنا بستخدم رامب تاني عشان أنزل المكنة. يعني طبعا في ناس ممكن ما تستخدمش رامب لان هي اساسا الارتفاع مش عالي قوي، ولكن طبعا عشان الواحد بيتعامل مع حاجات بارقام يعني فلازم يبقى فيه حرص زيادة شوية يعني. بحيث ان ودي حاجة بصراحة من الحاجات الحلوة اللي انا اتعلمتها من الناس هنا بشكل عام. يعني فكرة الحرص الزيادة على الحاجة والسلامة والامن والامان والكلام ده، لا هنا بيهتموا بيه جامد جدا يعني. دلوقتي هفك التريلر من العربية وبعد كده هروح بقى على البيت. وطبعا انا عارف ان انا هواجه مشكلة كبيرة لما اجي اركب التريلر ده تاني. بص بقى المطلوب مني ان انا احضن العربية كويس عشان تنزل هنا تاني. هعمل بقى الكلام ده ازاي مش عارف.
نروح بقى على البيت نشتغل، بعد كده نكمل بعد الشغل بإذن الله. دلوقتي أشتغل في شغل الفول تايم، وبعد كده إن شاء الله نخلص على بالليل، أروح أجيب الموتوسيكل التاني. خلصت الشغل، يلا بينا نروح نجيب الموتوسيكل الأخير. هنروح دلوقتي المخزن إن شاء الله، هجيب التريلر لأن أنا سبته هناك في المخزن عشان التخزين، وبعد كده أطلع على مكان الموتوسيكل التاني. المشكلة بقى إيه؟ إن أنا محتاج أرجع بالعربية. طبعا الكاميرا بتاعت العربية مش شغالة، محتاج أرجع بالعربية وبالهيتش اللي ورا ده اللي هي الكورة أسنطرها هنا بالظبط، تنزل هنا. أعملها إزاي بقى؟ معيش حد أقول لك بعملها إزاي. حطيت الموبايل بتاعي هنا، ينزل هنا. حطيت الموبايل هنا وشغلت الساعة، استخدمت الكاميرا. انا مش عارف اتعامل بالبتاع ده خالص، استخدمت الكاميرا كساعة. فتعالوا بقى ايه نجرب نشوف. والله فنان يعني، بص جد بالظبط، تقريبا بالظبط 100. فكرة الموبايل فكرة عبقرية الصراحة. نقفل الدنيا ويلا. مشكلة النهاردة كمية أو عدد ساعات السواقة كان كتير أوي الصراحة. أي نعم، أنا يعني بحب السواقة هنا طبعا، بتبقى ماشي في وسط الطبيعة والجبال والكلام ده، لكن لما بتفضل سايق لفترة طويلة لا، الموضوع بيكون مجهد جدا الصراحة. يعني حتى للأسف ما قدرتش أصور وأنا بحمل الموتوسيكل التاني وكده، لان كنت مجهد فعلا خلاص يعني. كمية سواقة مش طبيعية يعني، حوالي مثلا توتال اليوم لحد دلوقتي تقريبا مثلا 6 ساعات او 7 ساعات او حاجة كده يعني، حاجة في السكة دي. فالسواقة بتكون كتير، احيانا بسوق اصلا بتعدي ال10 ساعات وال12 ساعة في اليوم سواقة، بتنقل ما بين المدن او كده. فخلصان بقى. كان يوم تقيل النهارده، في حاجات كتير. طيب دلوقتي نروح بقى نرجع التريلر وبعد كده نروح البيت. يا لهوي، ساعة سواقة تاني، ساعة سواقة لحد هناك. شغلوا النور. لازم نعمل ريتيرن بقى للتريلر على الابليكيشن، ندخل نصورها من كل حتة، وبعد كده خلاص نروح. انا بدأت افصل فصلان مش قادر. يسألك بقى ايه في اي دمج في التريلر، نضيف مش عارف ايه، حصل لك مشاكل، كلام زي ده. نقعد بقى نصور، تقعد بقى تصور من كل الاماكن كل جنب، وتصور مكان انت سبت التريلر فين وهكذا. كده كده يعني انا شاري تأمين، لو في اي مشكلة او اي دمج ولا اي حاجة التأمين هيغطيه يعني. كده يا جماعة خلاص، رجعت البتاع وهروح.
كده خلصنا اليوم النهاردة. اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.